السلام عليكم. يلا نعمل حليب مكثف محلى في دقيقة وبمكونين 2 وبس. هنحط في خلاط كوباية مية مغلية وعليهم 2 كوباية لبن بودرة و2 كوباية سكر، ونضربهم كويس قوي مع بعض علشان يدوبوا كويس. وفي النص لو لقيناه مكلكع نطفي ونقلب ونضرب تاني. ونخلي بالنا واحنا بنحط المية المغلية ممكن الخلاط مستحملش الحرارة، فممكن تحط المكونات التانية الاول وبعدين اللبن واحدة واحدة، لان انا سمعت صوت تكتكة كده وانا بحطه. وبعدين هنفضيه في برطمان يكون مغسول بمية سخنة علشان التعقيم ومتنشف كويس قوي. وهو لسه سخن بيبقى خفيف كده شويه ندخله التلاجة يسقع كويس. هنلاقيه تقل كده شويه. انا الحبه دول عندي في الفريزر، مكسوفه اقول لكم انهم بقالهم يمكن سنتين، بس هو عموما بيقعد في الفريزر حوالي سنه مش بيحصل له اي حاجه خالص، وقوامه بيفضل زي ما هو. ده شكله بعد ما طلع من التلاجة. احلى حاجه بحبها فيه الفوم اللي بيبقى على الوش دوت. اعرف ناس من كتر ما بتحبه بتاكله بالمعلقه. وبيتعمل منه كنافه، بسبوسه، مشروبات، بيتعمل منه حاجات كتير قوي ان شاء الله هنعملها مع بعض. وعملته برده من كام سنه بطريقتين مختلفين غير دي، برده مره باللبن البودره ومره باللبن السائل العادي. هحط لكم لينك الطريقه القديمه في التعليقات علشان اللي حابب يجرب اي واحده فيهم، وكلهم احلى من بعض. ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.